بدون نفاق، المصريين الوحيدين اللي يقهروا الافارقه في الكوره. ما تحكيش معايا، مصر عندها 7 كؤوس افريقيه، كل جابتها من منازل الافارقه، جابوها من ديارهم 7 كؤوس. شكرا على الفيديو الجميل اللي هنسمعه دلوقتي. اسمعوني، بدون نفاق، المصريين الوحيدين اللي يقهروا الافارقه في الكوره. ما تحكيش معايا، مصر عندها 7 كؤوس افريقيه، كل جابتها من منازل الافارقه، جابوها من ديارهم 7 كؤوس. واضح؟ اليوم تربح جنوب افريقيا ب10 لاعبين فقط، الشوط الثاني كامل ب10 لاعبين. جنوب افريقيا مسيطره على الشوط الثاني بالطول وبالعرض، خلقوا 200 فرصه وما قدروش يجيبوا هدف في المصريين. المصريين كلاو الكازون اليوم، كلاو الكازون، وربحوهم 1 بلاش ب10 ملاعبين. برافو عليهم، برافو عليكم، برافو عليكم. مصر غول افريقيا بدون منازع، بالتاريخ، في التاريخ تحب تحكي على الكوره حكايه بالتاريخ نتاعها. مصر غول افريقيا في التاريخ صراحه. توا مصر اول منتخب يترشح للدور القادم، المنتخب المصري اليوم. المنتخب المصري ترشح للدور القادم. برا عاد انت في المباريات الاقصائيه، برا حبسهم، برا شوفوا لهم حل المصريين. برافو عليهم بصراحه، برافو عليهم. مباراة الكان عندهم هما، المباراة هذه سر الكان كامل في المباراة هذه. المصريين هم عارفين ايش يعملوا، المصريين عارفين ايش يعملوا. ربحوا اليوم، ترشحوا سي مازالت مباراة ثالثة بالنسبة لهم عادي يتعادلوا فيها، مترشحين في المرتبة الأولى ديجا. واضح؟ مصر معادلة صعبة في افريقيا، معادلة صعبة جدا في افريقيا بصراحة. في الكورة نحكي، في الكورة مش طبيعيين في النهائيات، مش طبيعيين المصريين، حتى في الانديه بتاعهم ما شاء الله عليهم. يعطيكم الصحه، مبروك مصر الترشح للدور القادم. توا مازال عاد المغرب والجزائر وتونس، يا ويلكم يا كم ما تترشحوش، يا ويلي اللي يخسر فيكم. ماش نشبعوا عليه ضحك، شوفوا المصريين، شوفوا تعلموا من المصريين. راهم سبيسياليتي كاس افريقيا، اختصاصيين في كاس افريقيا المصريين، والله العظيم اقسم بالله. تو تفرجوا على الكوره مع المصريين في الادوار القادمه، تو تشوفوا اللعب كيفاش. مبروك عليكم، ونتقابلوا ان شاء الله في فيديو قادم بعد مباراه المغرب.